ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض وصفة صحية وحلوة جدا للي عاملين دايت. هنعمل سلطة التونة. هنحتاج مايونيز لايت، زبادي، ملح وفلفل اسود وليمون. اول حاجة هنجيب الزبادي اللايت والزبادي ونقلبهم كويس مع بعض. الزبادي لايت يعني علشان الدايت وكده. تمام، بعد ما نقلب الزبادي والمايونيز مع بعض، بعد كده هنحط الملح والفلفل الاسود ونقلب، وبعد كده نعصر الليمون. وبس كده دوت ايه الدريسنج اللي هيكون على السلطة. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تضيفوا خضار على السلطه. يعني ممكن تضيفوا طماطم، فلفل الوان، الحاجات دي كلها. بس انا ما بحبش الخضار فعشان كده ما حطيتش. ممكن نحط مكرونه مسلوقه. ممكن نجيب توست مثلا ونقطعه كده بالمقص لمكعبات كده او لشكل مربعات، ونحطه في التوستر او نحطه في الفرن يتحمص، ونحطه برضو على سلطة التونة. بتبقى وجبة لذيذة جدا. وبعد كده بقى هنجيب التونة ونصفيها كويس جدا جدا من الزيت، لان الزيت بيكون كتير قوي. انا بقى هضيف عليها زيتون اسود مخلي، وهضيف عليها كمان ذرة. طبعا لو مش موجود زيتون عادي، يعني براحتكم، دي سلطة. انتوا ممكن تحطوا خضار، انا ما بحبش الخضار فما حطيتش. ممكن نحط مكرونة، ممكن ما نحطش، ممكن نحط توست محمص كده. فاهمين قصدي؟ يعني مرة اعملوها بحاجات مختلفة، مرة تانية بحاجات مختلفة تكونوا ما حطيتوهاش المرة اللي فاتت كده. يعني انا مثلا اكلت منها شوية واتبقى مني، فبكرة ان شاء الله طبعا حطيتها في التلاجة، مفيش حاجة بتترمي. و ايه هزود عليها مثلا مكرونة مسلوقة، ابقى غيرت في الوجبة و... وتبقى بالنسبة لي تغيير ومن نفس الوصفة. فاهمين قصدي؟ بعد كده بقى، بعد ما حطيت الذرة والزيتون على الوصفة، قصدي على التونة، هحط الدريسنج اللي احنا عملناه ونقلب. وبس كده، وبالهنا والشفا. وان شاء الله تعجبكم واعملوها وجربوها. وبس كده.